بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده مباراة مهمة ومباراة قوية جدا بين النادي الأهلي وبين نادي الهلال السوداني إن شاء الله الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، بعد غياب كبير جدا من النادي الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة وانسحابه طبعا، والأهلي لم يشارك في بطولة كأس مصر. فالنادي الأهلي كان بيستعد الفترة اللي فاتت دي كلها للمباراة دي لأنها مباراة مهمة جدا، ولو الأهلي كسب النهارده فاكيد المباراه دي هتقربوا من الفوز ببطولته المفضله دوري ابطال افريقيا. وبيراميدز كمان عنده مباراه في بطوله دوري ابطال افريقيا. بنتمنى التوفيق لكل الانديه المشاركه في بطولات افريقيا، وان شاء الله النادي الاهلي يفرحنا ويفرح الشعب المصري كله في العيد. ونادي بيراميدز، نادي الزمالك هيلعب بكره برضه مباراه مهمه جدا في الكونفدراليه. عايزين نتكلم النهارده على حاجتين مهمين. اتحاد الكوره ورابطه الانديه خدت قرار بان الاهلي هيتخصم منه 3 نقاط بس، واعتباره منسحب من مباراة الزمالك. فلو انت معتبر ان الاهلي منسحب من مباراة الزمالك فلازم تخصم 6 نقاط، ما فيهاش بقى ايه، ما فيهاش مجاملة وما فيهاش اصل ده الاهلي والاهلي بيحكم والاهلي مش عارف ايه. هل الاهلي انسحب يبقى خصمه 6 نقاط، الاهلي ما انسحبش والاهلي معاه حق يبقى المباراة تتعاد. ده العقل بيقوله والمنطق بيقول كده، ان انت لو هتمشي بما يرضي الله هتعمل حاجة بالاثنين دول. انما انت عايز تراضي الاهلي وعايز تراضي الزمالك وبيراميدز عشان الدنيا تمشي، فده مفيش نظام ومفيش ترتيب ولا تنظيم لمسابقه الدوري. الحاجه الثانيه المهمه اللي هنتكلم عليها برضو وهي ان الكابتن حسام حسن خرج في برنامج مع رامز جلال، ورامز عمل معاه زي ما بيعمل مع الضيوف طبعا اللي كان بيستضيفهم في طوال شهر رمضان سواء فنانين او لاعيبه كوره. الكلام ده ما يصحش وما ينفعش ان انت تجيب اسطوره تاريخيه لمنتخب مصر وللكره المصريه زي حسام حسن وتعمل معاه كده، وراجل مدرب لمنتخب مصر. يعني الراجل ده عباره عن صوره للبلد وصوره للمنتخب. لما تجيبه يا رامز يا جلال وتقعد تقول له تنيمه على السرير ولا مؤاخذه تربطه، هو رامز يعني بصراحه كان بيخفف بقى الهزار والضحك معاه لانه عارف برضه قيمه الراجل ده، ولكن غلطه كبيره جدا لا تغتفر من حسام حسن ان هو يروح برنامج رامز جلال ويهزق نفسه بمعنى اصح. ولازم يبقى في عقاب من اتحاد الكوره ومن مسؤولين في الاتحاد الكوره، ولو انا مكانهم بصراحه مفيش حل غير اقاله حسام حسن لانه بيهين نفسه وبيهين الكره المصريه. وهل ممكن مصر تعمل برنامج تجيب فيه واحد سعودي مثلا في منتخب كابتن منتخب السعوديه ولا مدرب المنتخب السعودي وتقعد تعمل فيه نفس المقالب والكلام ده؟ فطبعا الفلوس مش كل حاجه، وكان لازم كابتن حسام يفكر 1000 مره قبل ما يعمل الغلطه دي. متنسوش تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات وتشيروا الفيديو وتعملوا لنا لايك واشتراك في القناه. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات.